صباح الخير على عملائنا الكرام وعلى كل اللي متابعينا عموما بشكل عام. معاكم احمد الدالي من اداره مبيعات شركه سوليد للتطوير العمراني. بالنسبه للمشروع هنا انا قدام احدث مشروع للشركه عموما، فيرجينيا ستايل المرحله الاولى. بالنسبه لفيرجينيا ستايل المرحله الاولى احنا في الكيلو 64 قبل الطريق على الطريق مباشره. حابب ادي برضو في الاول كده نبذه سريعه عن شركه سوليد للتطوير العمراني او سابقه اعمالها عموما بشكل عام. احنا شركه عمرها فوق ال 15 سنه في السوق العقاري. خلال الفتره ديت سلمنا فوق ال 45 مشروع. ده اداني خبره كويسه جدا في حته اختيار الموقع، في حته ان انا النهارده بعمل موقع او مثلا في حته اختيار المكان الخاص بالمشروع، بختار موقع مميز جدا. الخدمات برضو بقدم لكم افضل خدمات، افضل مستوى تشطيب باقل سعر ممكن. يعني انا اخترت المكان ده النهارده بالتحديد الكيلو 64 قريب من مدينه الحمام. احنا جنبنا هنا مدينه الحمام بكيلو بالظبط. وفي نفس الوقت برضو انا سنتر ما بين اسكندريه ما بين مدينه العلمين الجديده. 40 دقيقة 40 كيلو بالظبط بقيت في اسكندرية، 40 كيلو بالظبط بقيت في مدينة العلمين الجديدة. وفي نفس الوقت المكان هنا أعلى من مستوى الطريق الرئيسي بحوالي 2 متر، فدي برضو ميزة كويسة إن أنا ممكن ببقى شايف البحر من طريق الخدمات وأنا داخل المنتجع. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده أنا بدأت في الموقع هنا شهر 9 2021. النهارده إحنا في 10 2022، يعني في ظرف تقريبا بالظبط سنة انا خلصت 80% من المرحله الانشائيه بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين الواجهه بتاعتي خلصت بالكامل. فاضل لي حاجات بسيطه جدا في حته التقسيمات الداخليه بالنسبه للمول التجاري وجزء من مبنى ايه، زائد ان انا خلصت مبنى ايه بالكامل ومبنى بي بالكامل. خلصت الاساسات عموما او اللبشه بتاعت مبنى سي، وهبدا اشتغل فيه شهر 12 اللي جاي باذن الله، وهنبدا نسلم العملاء بتاعتنا باذن الله السنه اللي جايه دي على طول. لو حضراتكم واخدين بالكم احنا تعاقدنا مع شركه رانز للاسانسيرات، عدد 12 اسانسير زائد اسانسير بانوراما ده خاص بالخدمات. ال 12 اسانسير دول هيبقى فيه 4 مبنى ايه، 4 مبنى بي، وعندي 4 مبنى سي، وواحد بانوراما للخدمات. تمام. بالنسبه للمول التجاري زي ما حضراتكم شايفين هو خلص بالكامل طبعا، يعني هو بس حته التقسيمات الداخليه بتاعت الباكيات. وبالنسبه لمبنى بي الواجهه تقريبا خلص حوالي 90% من التقسيمات الداخليه. ان شاء الله باذن الله الخطه الزمنيه بتاعت الاداره الهندسيه باذن الله هتبدا من اول 12 باذن الله. هبدا في مبنى سي، وانا شغال في مبنى سي هيبقى فيه عمال او عموما هنخلص تقفيلات او تقسيمات داخليه مبنى ايه ومبنى بي. وان شاء الله زي ما وضحت لحضراتكم استلامنا هيبقى السنه اللي جايه دي على طول باذن الله. تمام. طيب احنا برضو هناخدوا جوله كده داخل المشروع. تمام. انا حاليا يعني زي ما حضراتكم شايفين برضو معظم اعمال اللاندسكيب على الواجهه خلصت. السيراميك كله برضو موجود زي ما حضراتكم واخدين بالكم. باركنج الانتظار يعتبر خلاص برضو على وشك الانتهاء. عندي مقر برضو تمام في المول التجاري او باكيه في المول التجاري. دي عباره عن مقر حجز خاص بمنتجعات فيرجينيا. زي ما وضحت لحضراتكم ده مش اول مشروع لينا في الساحل الشمالي. احنا مسلمين حوالي 45 مشروع تقريبا ما بين اسكندريه والساحل الشمالي، وده يعتبر تاني مشروع فعلي ليا في منطقه الساحل عموما. عندي فيرجينيا ريزورت في كيلو 62 ان شاء الله استلام الصيف اللي جاي ده على طول. وزي ما وضحت لكم فيرجينيا ستايل المرحله الاولى باذن الله استلامه السنه اللي جايه دي على طول. طيب حابين برضو نشوف كده اخر التطورات عندي في الموقع. انا هنا بتكلم في ريسبشن فندقي، ريسبشن استقبال فندقي. تمام. بالنسبه للريسبشن زي ما حضراتكم شايفين يعني هيبدا العميل وهو داخل عندي بيظهر الاي دي بتاعه ان هو مالك وحده كذا مثلا، الدور كذا، مبنى كذا، وبعد كده ببدا ادخل على المنتجع بتاعي. تمام. طيب احنا حابين برضو ناخدوا جوله كده نشوف برضو اخر التطورات بتاعتنا بالنسبه للمنتجع وصلنا لايه بالظبط. تمام. طيب هندخل. تمام. يعني ده الريسبشن كده، وبعد كده ببدا ادخل. عندي على يميني مبنى ايه، على شمالي مبنى بي. تمام.
بالنسبه لمبنى ايه، انا خلصت بالكامل، خلصانات بالكامل. ان شاء الله على اول 12 هبدا تقسيمات داخليه. بالنسبه للمبنى دي انا يعتبر خلص بنسبه 90% تقسيمات داخليه. عندي هنا هيبقى منطقه حمامات السباحه، 3 حمامات سباحه كبار مدرجين. عندي في الوسط مسافه حوالي تقريبا 10 متر ما بين مبنى سي وما بين مبنى اي وبي، تمام. واثق في المية. وهبدا ان شاء الله باذن الله، هبدا باذن الله تقسيمات داخليه، وهبدا في مبنى سي باذن الله 1/12. والكلام ده حسب طبعا الاداره الهندسيه الخاصه بشركه سولي. فدتكم عموما بشكل عام، واديتكم برضو نبذه مختصره عن الشركه وعن الموقع عموما. وباذن الله هنتابع معاكم برضو اخر التطورات الفتره اللي جايه. اول ما نبدا في مبنى سي ونبدا تقسيمات في مبنى ايه باذن الله هنبقوا متابعين معاكم برضو. كان معاكم احمد الدالي من اداره مبيعات شركه سوليك للتطوير العمراني.